عادةً يعني الواحد لما بيحاول يفهم أي مشكلة أو مرض طبي دايماً بيكون فيه توقع كده إن الموضوع فيه دقة متناهية، حاجة كده تحسها شبه الهندسة. أيوة، اللي هو 1+1=2. بالظبط. يعني لو في دراع مكسور، أشعة الإكس راي بتوريك الخط الأبيض المتعرج ده بوضوح شديد، والدكتور بكل بساطة بيشاور عليه ويقول أهو الكسر هنا وده العلاج. مظبوط. الموضوع بيبقى قاطع جدا، يا مكسور يا مش مكسور، مفيش مساحة للشك، وده في حد ذاته شيء مريح. إحنا كبشر بنحب الحاجات تكون واضحة متشافة ومترتبة في خانات عشان نعرف نتعامل معاها. بس المشكلة الحقيقية بتبدأ بمجرد ما ناخد خطوة بره العيادة وندخل في عالم التشخيص المجتمعي. هنا بقى الدنيا بتتلخبط. جدا. لما نحاول نفهم تأثير الفقر وتغلغل الجريمة والصراع بين الطبقات، فجأة جهاز الإكس راي ده بيعطل تماما. بنلاقي نفسنا بنبص على خريطة كلها ضباب والرؤية فيها بتبقى شبه معدومة. ومفيش خط فاصل واضح يقول لنا مين الجاني ومين الضحية. بالظبط كده. وده الوصف الحرفي للي علماء الاجتماع بيسموه المياه التشخيصية العاكرة. وده بياخدنا لصلب الرحلة الاستكشافية بتاعتنا النهاردة. الغوص العميق ده مش هيكون في ملفات قضية جنائية عادية. لا خالص. إحنا هنفكك شبكة معقدة جدا من التفاصيل اللي بيطرحها الموسم الأول من المسلسل الدرامي التونسي نعورة الهوى. الأوراق والتحليلات اللي بين إيدينا بتؤكد إن العمل ده أبعد ما يكون عن كونه مجرد دراما تلفزيونية. ده حقيقي، ده تشريح دقيق ومرعب بصراحة لقاع المجتمع وقمته في نفس الوقت. هدفنا في الغوص العميق ده إننا نفهم الميكانيزم. إزاي الآلة دي بتشتغل؟ إزاي القصة قدرت تتنقل ببراعة من مشهد احتفال طبي راقي جدا لعالم سفلي مظلم تماما؟ احتفال مليان بدلات وشيكات تبرعات ب500,000,000، وفجأة تلاقي نفسك في تجارة الأعضاء البشرية والمخدرات. التناقض ده مش مجرد صدفة درامية، ده هو صلب الموضوع. طب خلينا نبدأ من التناقض ده تحديداً. إزاي عيادة طبية من المفترض إنها مكان لإنقاذ الأرواح تتحول بالتدريج لمصلخ بشري؟ ده سؤال مهم جدا. وعشان نفهم ده لازم الأول نفهم البيئة اللي الآلة الإجرامية دي بتشتغل فيها. العمل بيبدأ بافتتاحية بتضرب على وتر التناقض الطبقي بقسوة. بنشوف كلينيك حنان، الدكتورة حنان الأحمر بيتم تكريمها في مشهد كله أضواء، وبتاخد تبرع ضخم من رجل أعمال اسمه سي المنصف لأنها أنقذت حياته. دي قمة الهرم، واجهة النجاح اللامعة. وفي نفس اللحظة الزمنية على النقيض التام بننزل لقاع الهرم، عالم عمار وزوجته زهرة. وهنا إحنا مش بنتكلم عن فقر عادي أو ناس على قد حالهم. إحنا بنتكلم عن فقر وحشي، فقر مدقع، لدرجة إن عمار بيطرد مراته في الشارع في عز المطر لمجرد إن في فاتورة مياه مقطوعة ومفيش فلوس تدفعها. يا نهار أبيض. وبيخبر ولاده إنهم ينزلوا الشارع يمسحوا إزاز العربيات ويبيعوا الفول والبسباس. أيوة، اللي بيوجع في القصة دي مش بس الفقر، لكن الذكاء المؤسف اللي بيولده الشارع. تفصيلة الأطفال اللي حطوا ميزان في شارع مارسيليا. بالظبط، ابتكروا حية عشان يعيشوا، حطوا ميزان عشان يوزنوا المرة مقابل 100 فرنك بس، وكل ده عشان يجمعوا فلوس تخليهم يهربوا يرجعوا لبلدهم في الجنوب. النقطة دي تحديداً محتاجة وقفة. يعني المشهد بتاع الأطفال والميزان ده مش مجرد لقطة لاستدرار العطف، صح؟ لا خالص، ده بيشرح مفهوم مهم جدا اسمه العنف الهيكلي. المجتمع قفل كل الأبواب في وشهم، فبدأوا يخلقوا اقتصادهم الموازي من العدم. بس للأسف الاقتصاد ده مش هيخليهم يعيشوا، ده هيخليهم فريسة سهلة. طب استنى هنا عشان النقطة دي دايماً بتعمل جدل. اتفضلي. هل نقدر نقول إن الفقر هو اللي طحن عمار وحوله لمجرد أداة، ولا هو شخص شرير بطبعه وشايف ولاده مشروع استثمار أو سبوبة بيستغلها؟ هو سؤال ممتاز، والإجابة هي إن العصابة المنظمة مش بتهتم بأخلاقيات عمار أصلاً. يعني مش فارق معاهم هو ضحية ولا مجرم. بالظبط، العصابة بتشوف الفقر ده كمحرك اقتصادي. المافيا مش بتخلق الفقر، المافيا بتستثمر فيه. عمار بسبب الضغط ده بيتحول من أب فقير وعاجز لتاجر مخدرات في الحي بتاعه، اللي هي الحبوب المخدرة اللي بيسموها حرابش. أيوة، بيبيعها بأسعار مضاعفة للطلبة في الفجر. والأطفال اللي في الشارع دول العصابة مش بتبصلهم كضحايا، العصابة بتبصلهم كمخزون بشري. مخزون بشري، الكلمة نفسها مرعبة جدا. في الأول بيستغلوهم في شبكات التسول، ودي بتكون المرحلة الأولى بس من استنزافهم. يعني نقدر نقول إن الجريمة هنا عاملة زي سلاسل الإمداد في الشركات الكبيرة.
قاع المجتمع هو اللي بيوفر المادة خام المجانية اللي العصابة محتاجاها. تشبيه في محله تماماً. وده بصراحة بياخدنا للسؤال الأكثر رعباً. بما إننا فهمنا إزاي بيتم استغلال القاع، إزاي النخبة بقى، الناس اللي فوق في النور زي الدكتورة حنان، إزاي بيسقطوا في الوحل ده؟ السقوط دايماً بيبدأ برحلة ذعر، اللي بنسميه ذعر النخبة. النخبة بتبقى بانية إمبراطوريتها على السمعة والصورة المثالية. أي تهديد للصورة دي بيخليهم ياخدوا قرارات كارثية. وده اللي حصل بالظبط في الحادثة المحورية اللي قلبت المسلسل كله. القصة بتودينا لطالبة جامعية اسمها أسماء. أسماء دي حامل من أستاذها وليد اللي قرر يتخلى عنها تماماً ويرفض أي مسؤولية. فأسماء بتروح لعيادة حنان في السر عشان تعمل عملية إجهاض، لكن اللي بيحصل إن العملية بتفشل وأسماء بتموت على ترابيزة العمليات. ونشوف اللحظة الفارقة. حنان كدكتورة كان ممكن تبلغ الشرطة وتتحمل تهمة الإهمال الطبي أو إنها عملت عملية غير قانونية. بس ذعر النخبة اللي اتكلمنا عليه بيتدخل. السمعة اللي بنتها في سنين، التبرعات، واجهة العيادة المرموقة، كل ده هينهار. فبتاخد القرار الأسوأ، بتتستر على الجثة. وبمجرد ما اتسطرت على الجثة اتحولت من دكتورة مرموقة لرهينة. رهينة في إيد المافيا. أيوة، المافيا ما بتصدق تلاقي حد بالحجم ده عنده سر. العصابة اللي اسمها النعورة بتمسك عليها الزلة دي. وهنا طلبات العصابة ما بتبقاش مجرد فلوس، الموضوع بيتطور لشيء كابوسي. إحنا بندخل في عالم تجارة الأعضاء. بالظبط. واسم النعورة أو عجلة الماء مش مجرد اسم عشوائي على فكرة. تقصد إيه؟ النعورة ميكانيزم بيعمل إيه؟ بينزل للقاع، ياخد المياه المليانة طين ويرفعها لفوق عشان يسقي بيها الأراضي العالية. العصابة بتعمل نفس الشيء. يا ساتر، بتاخد الأطفال من قاع الشارع وبترفع أعضائهم عشان تنقذ حياة النخبة اللي فوق. التشبيه ده بيخلي الواحد يشعر. فعلا. القصة بتكشف عن صفقة كبرى مع مستثمر خليجي اسمه أبو عبد الله. الراجل ده ابنه مريض ومحتاج نقل قلب، وعنده استعداد يدفع مليارات مقابل القلب ده. فالعصابة بتستخدم حنان وعيادتها عشان ينفذوا العملية دي. وهنا العيادة الراقية بتتحول حرفياً لمصلخ. العصابة بتعمل عملية فرز للأطفال المخطوفين. فرز؟ زي البضاعة؟ أيوة، أطفال زي محمود وزينة وكريم بياخدوهم ويعملوا لهم تحليل طبية دقيقة جداً في السر عشان يشوفوا مين فيهم مطابق جينياً ومين اللي أنسجته تنفع. دي وحشية الجريمة المنظمة لما تلبس بلطو أبيض. المشكلة إن حنان ما كانتش لوحدها، دي جندت أطباء تانيين معاها. دكتور أيمن، دكتور بشير الصقلي، ودكتور مهدي الزواغي. القبو السري للعيادة اتحول لمركز تصنيع مخدرات وغرفة عمليات لسرقة الأعضاء. بس عارف، أنا عندي مشكلة مع فكرة إن حنان مجرد ضحية لظرف طارئ. يعني خلينا نكون صراحة، الدكتورة لقت نفسها في ورطة ماشي، بس إنها تقرر تفتح قبو عيادتها لتجارة أعضاء وتقتل أطفال عشان تنقذ سمعتها، ده معناه إن الاستعداد للإجرام كان موجود من الأول، هي بس كانت مستنية المحفز. أنا معاكي جدا في النقطة دي. يعني إمتى بنبطل نقول النظام أجبرني ونعترف إن ده اختيار شخصي فاسد؟ ده بالظبط التساؤل الأخلاقي اللي العمل بيطرحه بذكاء. حنان مش ضحية بريئة، هي اختارت مكانتها على حساب إنسانيتها. هي وافقت تبقى ترسف عجلة النعورة عشان تفضل في القمة. في الفساد هنا مش مجرد غلطة، ده قرار مستمر وتواطؤ يومي. ومع استمرار التواطؤ ده وتحول العيادة لآلة قتل، كان طبيعي إن قوى المجتمع التانية تبدأ تتحرك. وهنا بندخل في صدام مباشر مع الصحافة والأمن. بس المشكلة إن الواحد لما بيواجه مافيا بالحجم ده، هو مش بيلعب ماتش ملاكمة بقواعد واضحة. المافيا دايماً بتضرب تحت الحزام وبتدور على أضعف نقطة عندك. ده بيظهر بوضوح في خط الصحفي هيثم بيمثل الصحافة الاستقصائية اللي بتحاول تكشف الحقيقة. رفض يسكت وبدأ يربط الخيوط ببعضها، اللي هي أطفال الشوارع اللي بيختفوا وعلاقتهم بالعيادات الطبية المشبوعة. بالظبط. وكتب مقال جريء جدا بيكشف فيه جزء من الحقيقة. النتيجة كانت ضربة مرعبة من العصابة. في لحظة غفلة زوجته ناهد كانت بتشتري كارت شحن للعربية، وفي الثواني دي العصابة خطفت ابنهم زياد من العربية. ودي كانت رسالة واضحة لهيثم. تخيل لو في ماتش شطرنج شغال والواحد بيفكر في نقلته الجاية بذكاء، وفجأة الخصم بيسيب الرقعة وبيحط مسدس على راسه. هيثم كان بيبحث عن الحقيقة وبيأدي واجبه المهني، بس فجأة لقى نفسه قدام سؤال مستحيل: هل الحقيقة أغلى من حياة ابني؟ دي معضلة أخلاقية مدمرة. العصابة هنا بتستخدم استراتيجية الابتزاز العاطفي لكسر أي مقاومة. وهيثم بيتكسر،
بيلاقي نفسه مجبر على الصمت التام عشان يحافظ على حياة ابنه، وناهد الزوجة بتنهار تماماً وبتغرق في شعور قاتل بالذنب لأن الولد اتخطف وهي معاه. العيلة بتتدمر من جوه قبل من بره. الجريمة المنظمة بتعرف إزاي تعزل أعدائها وتجردهم من أسلحتهم. التحقيق هنا بيبين إن الشغل الجنائي التقليدي المعتمد على الملاحظة لسه له وزن. كمال قدر يحدد مكان الكراج السري اللي الأطفال محتجزين فيه من تفصيلة صغيرة جدا. الأطفال اللي نجوا قالوا إنهم كانوا دايماً بيسمعوا صوت قطار. بالظبط. كمال ربط المعلومة دي بخريطة المدينة واستنتج إن الكراج لازم يكون قريب من جهة محطة برشلونة. ده ذكاء تحليلي مبهر. هو ذكاء مبهر فعلاً، بس بيصطدم بواقع محبط جداً، وهو الاختراق المؤسسي. المافيا مش بتعتمد بس على العنف، دي بتعتمد على عدم تماثل المعلومات. رجل الأمن رضا العوادي كان خاين، شغال عين للعصابة جوه جهاز الشرطة نفسه. أيوة، بيسرب ليهم كل تحركات كمال وفريقه أول بأول. المافيا دايما سابقة بخطوتين لأنها بتلعب بورع الشرطة. وسط كل العبث والانهيار الأخلاقي ده، القصة ما بتسيبناش في الظلام التام. في خيوط موازية بتدي شوية أمل، وبتبين إن مش كل الناس بتتباع وتتشرى. تقصدي قصة نجلاء؟ بالظبط، قصة نجلاء ومهدي ابن حنان. نجلاء بنت من خلفية بسيطة جدا، بتلاقي نفسها في مواجهة مع والدة مهدي اللي بتعاملها بدونية طبقية قاسية جدا وبتتعمد تهينها. رد فعل نجلاء هو النقيض تماما للي عملته حنان. حنان باعت مبادئها عشان تحافظ على مكانتها، لكن نجلاء بترفض الإهانة، بترفض الفلوس والمستوى الاجتماعي الوهمي، وبتنسحب بشرف. كرامتها كانت أغلى من الانتماء لنخبة فاسدة، وده نموذج مهم جدا لأن المسلسل بيقول إن الفقر مش حتمية للسقوط الأخلاقي. وعندنا كمان نموذج للنجاة بالذكاء وسرعة البديهة، قصة حياة بنت عمار. البنت دي بيتم استدراجها فخ كلاسيكي جدا، بيضحكوا عليها بعقد شغل مضروب أو وهمي في الخارج براتب خيالي، وأول ما بتسافر وبتوصل بياخدوا منها الباسبور وبيحبسوها. دي شبكة التجار بالبشر واضحة وصريحة. ودي آلية تانية من آليات الناعورة. بس حياة مش بتستسلم، بذكائها بتقدر تسرق تليفون، تتصل بأهلها، وتعمل دوشة تنقذها من كابوس كان هينتهي بيها إما في تجارة الجنس أو كقطعة غيار بشرية. النجاة هنا فردية، بس بتأكد إن الوعي ممكن يكسر الدايرة. كل الخيوط دي بتتشابك وبتوصلنا للحظة الانفجار الكبير. المداهمة أخيراً بتحصل، قوات الأمن بتقتحم الكراج وفعلاً بينجحوا في إنقاذ بعض الأطفال، رغم إن للأسف زياد ابن الصحفي هيثم ما كانش موجود معاهم. بس العيادة بتنكشف والشبكة بتسقط. وهنا بقى الموضوع بياخد منحنى تاني خالص. الاكتشافات المرعبة ما كانتش في حجم الجرائم، دي كانت في الهويات الحقيقية للناس اللي ورا الجرائم دي. السقوط الأكبر للأقنعة، لحظة المواجهة مع الحقيقة اللي بتثبت إن جهاز الإكس راي بتاعنا كان بيقرأ الصورة غلط من البداية. حنان بتحاول تهرب من البلد، بس بتتصدم باكتشافين يدمروا العقل حرفياً. الاكتشاف الأول، طول المسلسل فيه شخصية غامضة، الزعيم الأكبر للمافيا دي، العقل المدبر اللي بيحرك العيادة والمخدرات والأعضاء، وبيسموه سنوري. يطلع مين في النهاية؟ يطلع حسونة، السواق البسيط جدا بتاعها اللي شغال معاها بقاله سنين، بيفتح لها باب العربية وبيقولها صباح الخير يا دكتورة. بتسميها تفاهة الشر. احنا دايما بنتخيل ان زعيم المافيا لازم يكون شخص شكله شرير، قاعد في قصر ومحاط بحراس. بس الحقيقة إن الشر العظيم ممكن يكون متخفي في أكتر الأشياء عادية ومللة. حسونة السواق استخدم الطبقية لصالحه. غرور حنان وإحساسها الفوقي خلاها عمرها ما تبص للسواق بتاعها على إنه تهديد أو على إنه بيفهم أصلاً. كان بيستغلها كواجهة لامعة ومحترمة، وهي في غطرستها ما كانتش شايفة الحقيقة اللي قاعدة في الكرسي اللي قدامها كل يوم. بالظبط كده. أنا فعلا دماغي لفت مع التحول ده، إن الجلاد يطلع متخفي في ثوب أضعف حلقة في السلسلة. طب استنى، الاكتشاف الصادم التاني يمكن يكون أعنف من ناحية نفسية، سر النسب. صدمة أمنة. أمنة، الست اللي حنان عاشت عمرها كله فاكراها أمها، تطلع مش أمها الحقيقية أساساً. حنان تطلع بنت ممرضة كانت صديقة لزوج أمنة. أمنة دي بتمثل قمة التلاعب النفسي. استخدمت حنان طوال السنين دي إدارة أعمال قذرة، لدرجة إنها دبرت مقتل الطاهر حبيب حنان القديم عشان تفضل مسيطرة عليها تماماً. التخلي الكامل عن البيادق. الدكتور أيمن بيعترف، ورجل الأمن الخاين رضا العوادي بيلقى مصيره، والمنظومة بتنظف نفسها من الأدوات اللي اتحرقت.
وحنان بتلاقي نفسها فجأة ورقة بيضاء، فقدت عيلتها، هويتها، تاريخها، والمكانة اللي باعت روحها عشانها. وعشان كده بتلجأ للحل الأخير، بتتخلى عن هويتها القديمة بالكامل، بتطلع جواز سفر جديد باسم ساندرا خوري، وبتبدأ رحلة جديدة، بس المرة دي رحلة انتقام من أمنة ومن المنظومة اللي خلقتها ودمرتها في نفس الوقت. بص، بعد كل التحولات دي، هل إحنا كبشر بنتعاطف مع حنان؟ يعني لما نكتشف إنها كانت مجرد أداة بيتم التلاعب بيها من أقرب الناس ليها، من أمها المزيفة وصوقها، هل ده يغفر لها كمية الجثث والأطفال اللي اتدمروا بسببها؟ التعاطف هنا بيبقى معقد جدا. الواحد ممكن يشفق على سذاجتها الإنسانية، بس ما يقدرش يعفيها من مسؤوليتها الجنائية والأخلاقية. القصة بتؤكد إن النعورة ما بترحمش حد، اللي بيشغلها ممكن يطحن فيها. الفساد مش أفراد سيئين، الفساد كيان حي بيتغذى على طمع النخب وفقر القاع في نفس الوقت. بس خلينا نختم بصورة إيجابية شوية، عشان القصة مش كلها سواد. العمل بينتهي بمشهد ختامي له دلالة عظيمة. أيوة، مشهد الأطفال. بنشوف أطفال زي محمود وزينة اللي نجوا من المافيا وهم رايحين منطقة توزر في الجنوب التونسي. المشهد ده مش مجرد نهاية سعيدة، ده تصريح واضح. تصريح بأن التعليم والوعي هم السلاح الحقيقي الوحيد. دي الطريقة الوحيدة لكسر العنف الهيكلي اللي اتكلمنا عنه. لما تدي الطفل قلم وكتاب، انت بتسحبه من سلسلة الإمداد بتاعة العصابة. بالظبط، بتحميه من إنه يكون مجرد قطعة غيار أو بضاعة في سوق المافيا. الوعي هو خط الدفاع الأخير، وعشان كده قبل ما نقفل الغوص العميق بتاعنا النهاردة، حابة أسيب فكرة استفزازية شوية نفكر فيها براحتنا. اتفضلي. لو كان العقل المدبر لشبكة مافيا دولية لتجارة الأعضاء والمخدرات قادر إنه يتخفى لسنين طويلة جدا في زي سواق بسيط بيفتح باب العربية ومحدش بيشك فيه للحظة، ولو كانت الأم الحنونة المريضة اللي على كرسي متحرك بتخفي جواها شيطان بيتلاعب بحياة بنتها وتاريخها كله، حاجة تخوف فعلا. يا ترى كم عدد الهياكل والمؤسسات والكيانات أو حتى الأشخاص في واقعنا الحقيقي اللي بنديهم ثقة عمياء ومطلقة، وهم في الحقيقة مجرد واجهات لامعة وراقية لأشياء أعمق وأظلم بكتير من اللي أي جهاز إكس راي يقدر يشوفه؟ الإجابة على السؤال ده بتحتاج إننا نرجع نبص على خريطة المجتمع مرة تانية، بس المرة دي بعين بتشك في كل الواجهات اللامعة والخطوط الواضحة. فكرة تستحق التفكير فيها طويلاً. بنشكر كل اللي تابعوا الرحلة الاستكشافية دي، ونتمنى يكون الغوص العميق ده فتح أبواب جديدة للتفكير